السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة سلام لكل حد بيسمعنا، سواء كنت إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد. رسالة سلام لكل حي موجود في الكون، من أصغر ذرة لأكبر مجرة. رسالة سلام لكل حي عارف إنه حي، ولكل حي لغاية دلوقتي ما اكتشفش إن جواه حياة. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم أوي 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 بالنسبة لي. موضوع اتسألت عليه كتير جدا، وناس كتيرة اتكلمت فيه، وسمعت حاجات كتيرة بتتقال عليه. فحبيت النهاردة ان انا اتكلم فيه علشان تبقى الامور واضحة، ويبقى اي حد بيسمعني واي حد بيتابعني يبقى فاهم هو انا ليه اخترت الحاجات دي وليه قلتها بالشكل ده. اول حاجة كانت الناس دايما تسألني عليها هي فكرة يا احمد اشمعنى لقب الفيلسوف؟ وناس كتيرة تخش تبدأ تفتي، مثلا يبدأ يتكلم مثلا في حتة، أنا باجي بتكلم في حتة روحانية وبتكلم في حاجات كتيرة. بشوف إن دايما إن المواضيع مفيش انفصال، يعني الجزء الروحاني مفيش انفصال عنه عن الجزء المادي، مفيش انفصال عنه عن الجزء الديني، مفيش انفصال عنه عن الجزء النفسي، مفيش انفصال عنه عن الجزء الفكري. أنا دايما بشوف إن كل حاجة بتسمع في الحاجات الباقية. وهنبقى نتكلم بشكل مفصل قوي في حلقة عن المعتقدات، وفكرة هي ايه اهمية المعتقدات وايه اللي انا بقدمه في فكرة المعتقدات دي. فتلاقي ناس داخلة تقول لك احمد انت يعني انت ايه اللي مدخلك في الروحانيات؟ انت راجل بتاع فلسفة. ولاقي حد تاني داخل يسألني يقول لي هو انت درست الفلسفة فين؟ ولاقي حد رابع داخل يكلمني يقول لي هو انت تبع مدرسة ايه في الفلسفة؟ ولاقي حد خامس داخل يسألني هو الفلسفة كم نوع، وبدأ يعاملني كأني مدرس فلسفة. اولا يا جماعة انا ما درستش فلسفة بشكل اكاديميك، يعني بس اولا كده انا ما درستش فلسفة بشكل اكاديميك. والفلسفة مش معناها كلمة ان هو حد عمال يتفلسف علينا، اللي هو حد عمال يمنطق كل حاجة، ان هو حد بيتكلم بالعقل، لا خالص. الموضوع لما انا اخترت اسم الفيلسوف هو انا اخترته علشان معنى اسم الفيلسوف اصلا. معنى اسم الفيلسوف علشان نعرفه لازم نعرف هو مين اللي أطلقه، وأطلقه ليه، وأطلقه بمعنى إيه. أولا فيلسوف هي كلمة يونانية، أول من أطلقها هو كان فيثاغورس. لو أغلبنا طبعا عدينا على المرحلة الإعدادية ودرسنا قوانين فيثاغورس في الرياضيات، أيوة هو كان عالم رياضيات وفيلسوف. أول حد أطلق على نفسه بقى لقب الفيلسوف. فيلسوف كلمة يونانية مقسومة نصين، فيلو وصوفية. صوفية بمعنى الحكمة. فهو قال لك فيثاغورس قال لك كان من قبليه بيتصفوا بالحكمة اللي هو الصوفية. فهو قال لك إن الحكمة هي صفة من صفات الإله، ما ينفعش إننا ننسبها لشخص. فالشخص دوت ما ينفعش نقول عليه إن هو صوفية، اللي هو نوصفه بالحكمة. فقال لك أنا كشخص أنا محب للحكمة، فيلو يعني محب، وصوفية يعني الحكمة. فهو قال لك أنا فيلو صوفية، يعني أنا فيلسوف، أنا محب للحكمة، أنا شخص باحث للحكمة، أنا شخص بحاول أفهم حكمة الإله في كونه، فأنا محب للحكمة دي وباحث عنها، فأنا فيلو صوفية باحث عن الحكمة. وهو ده الاسم اللي أنا سميت نفسي بيه، أنا شخص محب للحكمة. زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال، بس في حديث بعض ضعفه، حديث بيقول لك الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى بها. الحديث كتقوية وكتضعيف في شيوخ كتيرة جدا ضعفته كإسناد، بس في شيوخ كتيرة قالت إن هو المعنى بتاعه سليم، اللي هو فكرة كلها إن أنا كمسلم أنا ضليتي وهدفي في الحياة هو الحكمة. أي نبي وصل علشان يبدأ يقدم دعوته للناس بدأت دعوته بالحكمة. ربنا لما بيوصف الأنبياء يقول لك يعني لما بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام أتيناك القرآن والحكمة، فهو الحكمة ديت هي حاجة أساسية. بالمعنى الأصح أي نبي جه كان بيتصف بالحكمة، وهو بيحاول يقدم الحكمة للناس. إيه هي أصلا بقى معنى كلمة الحكمة؟ يعني إيه هي الحكمة بقى؟ علشان في ناس كتيرة جدا 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 شفتهم بيفتوا كتير قوي في موضوع الحكمة دوت من غير علم،
أولا الحكمة هو حسن الحكم على الأمور بناء على معرفة باطنها. ربنا لما بيجي يتكلم على سيدنا يحيى في القرآن يقول لك وآتيناه الحكم صبيا. سيدنا يحيى ما حكمش كحاكم في حياته كلها، وربنا يجي يقول لك وآتيناه الحكم صبيا. الحكم اللي هو ربنا بيتكلم عنه هنا في القرآن هو الحكمة. الحكمة هي حسن الحكم على الأمور بناء على معرفة حقيقتها، بناء على معرفة باطنها. فالحكمة هو حسن حكمنا على الأشياء. فبالتالي أنا لما أجي أتكلم إن أنا كشخص محب للحكمة، فأنا كشخص بحب أعرف الأحكام أو الحكم على الأشياء بناء على معرفة ظاهرها وباطنها. أنا بدور على الأسرار اللي موجودة جوه الكون. أنا بحاول أعرف حكم ربنا في كونه وبحاول أفهمه. هو ده أصلا كانت الرسالة الرئيسية بفكرة الفيلسوف، إن أنا كشخص محب للحكمة. زمان كان يقول لك قارئ الفلسفة هو مش فيلسوف، قارئ الفلسفة هو دارس للفلسفة. الفيلسوف هو شخص يمتلك فلسفته الخاصة، وبالتالي أنا كشخص أمتلك فلسفتي الخاصة. مش غرور، مش تعنت، بس هو بالمعنى الأصح لازم يكون الإنسان ممتن لربنا على الحاجة اللي وهبها له. وفلسفتي الخاصة اللي أنا بمتلكها مش بمتلكها نتيجة إن أنا أمتلك عقلية جبارة مفيش حد يساويني فيها أو حد يقدر يكلمني فيها أو الكلام ده كله نهائي. أغلب الناس اللي بتحضر الكورسات معايا أو قرولي أو عرفوني بشكل شخصي أو بشكل ودي يعرفوا إن أنا دايما أقول إن يعني أنا بطيخ. مش تقليل من نفسي، بس هو أنا كشخص كان قبل ما تحصل الصحوة الروحانية اللي أنا بحكي عنها في الفيديو السابق اللي أنا بتكلم فيه على رحلتي من الشك لليقين، أنا كان أقصى مجهود ذهني أنا ممكن أعمله في حياتي هو إن أنا أروح ألعب ماتش بلاي ستيشن. فهو ده كان مجهودي الذهني اللي أنا بطلعه لحد ما ربنا شاء ونور بصيرتي. فلما نورت بصيرتي الدنيا اختلفت تماما. بدأ يبقى توجهاتي واهتماماتي وتفكيري ومجهودي رايح في حتة تانية خالص. الحتة التانية اللي هو زي ما قلت لك هي الحكمة. الحاجات بقى اللي أنا عرفتها دي بقى هي اللي بتخليني وصلت للقب بتاع آخر الفلاسفة المسلمين. أغلب الوقت الناس بتتجنن من اللقب ده. الناس بيجي لها يعني بيركبها العفريت أول ما أقول آخر الفلاسفة المسلمين، آخر الفلاسفة المسلمين. اللي هم ما يعرفوهوش إن ده أكتر تعبير متواضع أنا لقيته للي أنا بقدمه. هقولها تاني، ده أكتر تعبير متواضع أنا لقيته للي أنا بقدمه. اشمعنى؟ بسم الله. الفكرة كلها إن اللي أنا بقدمه واللي أنا أعرفه محدش غيري يعرفه في الكون ده كله. والله ما غرور، والله ما كبر، والله ما أي حاجة من الحاجات دي، بس هي دي الحقيقة. اللي أنا أعرفه محدش غيري في الكون يعرفه. هي أشياء ربنا شاء إن هو ينور بصيرتي وقلبي بيها. أنا ما اخترتش إن أنا أعرفها، ربنا شاء إن أنا أعرفها. عشان أنا مميز طبعا؟ لا خالص، لا أنا مميز ولا أنا أختلف عنك في أي شيء. بل بالعكس، أنا دايما بشوف إن ممكن ينطبق عليا الحديث بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. يعني أنا عارف إن في ناس كتيرة من اللي أنا هروح لهم هم أفقه مني، هم أذكى مني، هم أطيب مني، هم عندهم حسنات أكتر مني، هم بيعملوا ذنوب أقل مني. أنا عارف ده كويس جدا، بس ربنا شاء. ربنا شاء ان هو يوضع عندي معرفة مش موجودة عند اي حد تاني. بمعنى ايه المعرفة دي مش موجودة عند اي حد تاني؟ انا عندي اجابة لكل الاسئلة الوجودية اللي تخطر في بالك واللي ما تخطرش في بالك. نتيجة ان انا ذكي وعبقري؟ قلت لك والله العظيم لا. ده هي كانت مشيئة ربنا، رحلة انا قررت اول ما اتفتح بابها. انا قررت ان انا سبت حياتي القديمة وبدأت اركز وادخل بالكامل في الاتجاه ده. ومن ساعة ما دخلت في الاتجاه ده أنا ما سبتوش، لأني لقيت حياة أنا ما كنتش أحلم إن هي موجودة أصلا. يعني العارفين يقول لك إيه؟ ألا إن في الجنة دنيا من لم يذوقها لم يذوق حلاوة جنة الآخرة. اللي هي بقى بالمعنى الأصح في ناس تقول لك جنة الرضا هي جنة المعرفة، جنة معرفة ربنا حق معرفته. وهو ده الطريق اللي أنا مشيت فيه.
فاللي انا عرفته محدش غيري يعرفه، واللي انا بقوله محدش غيري يعرفه. هي نظرية وجودية شاملة. احنا مين، احنا جايين منين، احنا رايحين فين، احنا بنعمل هنا ايه، هي طبيعة فكرنا وطبيعة حياتنا وطبيعة اللي احنا بنأديه دوت ناتج من ايه، واحنا مخيرين ولا احنا مسيرين. اجابة كل سؤال وجودي تتخيله او ما تتخيلوش انا بجاوب عليها. كورس خريطة القدر الناس لما بتحضر الناس بتتصدم، الناس بتبلم بتتكلم تقول هي ايه كل المعلومات دي، ايه كل المعرفة دي، ما بيبقوش متخيلين ان في معرفة بالشكل ده اصلا. لان هي فعلا مفيش معرفة بالشكل ده اصلا. حاجة لامسة كل جوانب حياتك، من اول الدين، من اول الفكر، من اول الروحانيات، من اول الفلسفة، من اول علم النفس، من اول طبيعة افعالنا، من اول طبيعة تصرفاتنا لغاية نتائجنا اللي احنا بنحققها. كل حاجة موجودة جوه خريطة القدر، وكل حاجة لها رسمة، كل الحاجات دي مرسومة وبدقة من أول طقطق لسلام عليكم. لما وصلت لكده فبقيت عايز أوصل أنا كشخص، زي ما قلت لك أنا مش متكبر، وعارف إن أنا كشخص أنا إنسان زي زيك بالظبط. اللي ربنا هداني بيه هو بالمعنى الأصح اللي مش عند حد تاني. فأنا عايز أوصل الرسالة دي، إن أنا معايا حاجة مش موجودة مع مخلوق على وجه الأرض. يعني اللي انت هتيجي تسمعه مني مش هتيجي زي كل الكورسات اللي انت بتسمعه يقول لك ايه، أصل انا درست في انجلترا في كذا، انا درست في امريكا على ايد كذا، انا درست على ايد الشيخ كذا، انا درست على ايد فلان فلان. انا ما حصلش، انا الكلام ده كله ربنا شاء ونور قلبي بيه. فاللي انت هتسمعه عندي مش هتسمعه عند حد تاني. مش معنى كده ان هو انا بفتي، لان انا شفت فتي كتير قوي موجود في الساحه. انا ما بفتيش. الكلام اللي انت هتيجي هتسمع كلام موزون وتقيل جدا 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 جدا، وبيجاوب على اسئله معقده جدا 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 جدا. فبقيت عشان اسوق حاجه زي كده عايز اقول للناس انا معايا اللي مش معاكم، وفي نفس الوقت عايز ما اطلعش بصوره شخص متكبر واقف قدامهم بيقول لهم يعني انا جامد تنين. اول حاجه وقلت هجيب حاجات من القران، فلقيت مقوله سيدنا ابراهيم لوالده: يا ابتي اني جاءني من العلم، اني جاءني من، ما قالش يا ابتي اني، استغفر الله العظيم، اني جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. بعد كده لقيتها تقيلة قوي. تاني حاجة يعني قلت اغلب الناس هتقول لك وانت بتقارن نفسك بسيدنا ابراهيم، فقمت قايل بلاش سيدنا ابراهيم، لان سيدنا ابراهيم هو سيدنا ابراهيم. خليني زي مثلا الهدهد بتاع سيدنا سليمان، لما قال له ايه، بصرت بما لم تبصر به. فقلت بقى هيبقى العنوان بصرت بما لم تبصر به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. بس برضه حسيتها اللي هي فيها حتة يعني تعالي قوي، ان انا شايف اللي انتوا مش شايفينه. برضه فيها فكرة اللي هو تحس كده وانت هتقراها احمد حسن او احمد ابو طالب بيقول على نفسه ان هو جامد تنين، وانا مش عايز ده. انا مش عايز اقول كده، وفي نفس الوقت انا دلوقتي بجد معايا حاجة تقيلة جدا، وعايز اعرفك ان هي حاجة تقيلة جدا مفيش حد في الكون كله يعرفها غيري. وفي نفس الوقت مش عايز ابان لك بصورة المتكبر، لان هو الموضوع ملوش علاقة بتكبر اصلا. لغاية لما جيت وانا بتناقش مع حد كنت يعني هو اكتر حد انا اتناقشت معاه في الفلسفة بتاعتي بشكل كبير قوي، وقال لي تصدق يا احمد ان انت الفلسفة بتاعتك تعتبر نوع من انواع الفلسفة النسقية، اللي هو زي ما بيقولوا كده انتهت مع هيجل. قلت له والله يا ابني لا اعرف لا هيجل ولا اعرف الفلسفة النسقية. قال لي ده اخر الفلاسفة النسقيين. فانت باللي انت بتعمله ده كده دي بيسموها يعني زي بيقولوا نظرية المعرفة، حاجة شاملة وكاملة عن الكون وعن نشأة الكون وعن نشأة الوجود وعن ايه الناتج من الوجود وايه اللي بعد كده، والسلطة العليا او الاله او الرب ووجوده وتفاعله معانا واحنا ليه بنعمل اللي احنا بنعمله. فانت كده تعتبر اخر الفلاسفة النسقيين. قلت له يا عم انا راجل مسلم. قال لي خلاص اخر الفلاسفة المسلمين. قلت له بس هي دي آخر الفلاسفة المسلمين، بمعنى إن أنا بقدم حاجة مش موجودة. آخر الفلاسفة المسلمين مش معنى كده إن المسلمين انتهوا بوجود أحمد أبو طالب، مش معناها كده خالص. آخر الفلاسفة المسلمين يعني مفيش حد هيفكر بعد أحمد أبو طالب. والله الموضوع ما له علاقة بالتفكير، والله الموضوع ما بيقلش منك. ما تاخدش الموضوع بمحمل شخصي، خد الموضوع بمعرفة إن اللي أنا جاي أقوله لك أقسم بالله ما هتلاقيه في حتة تانية. اللي انا جاي اقوله لك هو حاجة بتفرق
تماما عن اي حاجة انت ممكن تكون سمعتها او بتسمعها او هتسمعها بعد كده او قبل كده. الموضوع مختلف جدا، الموضوع تقيل جدا، الموضوع فيه كمية روحانيات وجمال ومعرفة وفتح لقلبك ولعقلك ولمداركك بشكل انت ما تتخيلوش. بس كل الموضوع محتاج انك ايه؟ خرج الايجو، خرج الغرور، خرج الذات الزائفة من نفسك، واعرف ان مش انا اللي صاحب الفضل في المعرفة دي، هي من عند ربنا. آخر الفلاسفة المسلمين بتعني عندي إني أعرف حاجات محدش غيري يعرفها، حاجات قوية جدا، حاجات جميلة جدا، حاجات أتمنى إن هي توصل لكل إنسان موجود على وجه الأرض. أتمنى أكون وضحت فكرتي من لقب فيلسوف ومقولة أو سلوجان بتاع آخر الفلاسفة المسلمين، لأني هفضل أستخدمهم وطول الوقت هستخدمهم. وأظن دلوقتي أنا واضح أنا ليه بقولهم، وليه واضح إن أنا بالمعنى الأصح بحاول إن أنا ما أكونش متكبر بإن أنا بقولهم بالمعنى الأصح. أنا قلت بالمعنى الأصح كتير، معلش سامحني، علشان الموضوع ده بيمثل لي كلكعة كبيرة قوي. ما بحبش اتكلم بفكرة ان انا اعرف اللي انت ما تعرفوش، لان بيبان شوية ان انا مغرور. انا مش مغرور خالص، بس حق ربنا عليا لما هو يديني حاجة كبيرة زي كده، ان انا اقول لك ان في حاجة كبيرة زي كده موجودة عندي. حبيت تصدق بتاعتك، ما حبيتش والله بتاعتك. حبيت تسمع بتاعتك، حبيت ترفض وما تسمعش برضو بتاعتك. بس اللي انا بقوله لك اللي انا اعرفه، لو عرفته هيغير حياتك بالكامل. يا رب تفضلوا بخير. الرحلة لسه بتبدأ. الفترة اللي جاية هنبدأ في رحلات وحاجات عميقة بقى جوه خريطة القدر. وليه خريطة القدر ديت لازم كل إنسان يسمع بيها، لازم يعرفها ويعرف تفاصيلها من أول طقطقة السلام عليكم ويستخدمها في حياته. هنعرف كل ده في الفترة اللي جاية. فإن شاء الله يا رب تفضلوا دايما بخير. أتمنى دايما يا رب تكونوا بصحة وسعادة وجمال، ودايما أشوفكم في أحسن حال. السلام عليكم.